من المقرأ؟ محمد محمود الطبلاوي. تفضل. أبغى آيتين بصوت محمد الطبلاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. طيب سمعني بصوت آخر غير الطبلاوي، من تختار؟ فارس عباد. فارس عباد. نعم. تفضل. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. صدق الله العظيم. في أي سورة وردت هذه الآيات؟ هذه الآيات من 28 إلى 30. سورة إبراهيم الخليل أو إبراهيم. وفي أي صفحة؟ هذه الصفحة 259. أي جزء؟ الجزء 13 والحزب 26 والربع الأخير من بدايتها. أتوقعها في الصفحة 359 يا عبد الرحمن. 359 هي طبعا هي أواخر سورة النور وبداية سورة الفرقان من آيتين. جميل. طيب أبغى أسمع بمقرأ آخر، من تختار لي؟ أنت تختار، ما في واحد تستطيع أن تقرأ للشيخ السبيتي؟ أستطيع. تفضل. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. الشيخ عبد الرحمن السديس. أعرف. تفضل. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أنت في أي مدرسة تدرس يا عبد الرحمن؟ في ثانوية تحفيظ القرآن الكريم. فين؟ في الدمام. في الدمام.